نفس معمر يضيع. مرحبا بكم في هذا التقرير المفصل حول إنجازات المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة في إطار كأس أفريقيا 2025 لأقل من 20 سنة التي تقام على الأراضي المصرية. حقق أشبال الأطلس انتصارا جديدا على منتخب كينيا. لنستعرض تفاصيل المباراة وأبعاد هذا الفوز. بدأ المنتخب المغربي المباراة بضغط قوي حيث استحوذ على الكرة منذ البداية. استمرت السيطرة المغربية مع بعض المحاولات من كينيا، لكن الدفاع المغربي كان متماسكا. الشوط الثاني حاول المنتخب الكيني الرد، لكن الحارس المغربي كان في قمة تألقه حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة. استحوذ المنتخب المغربي على حوالي مما ساعدهم في التحكم في مجريات المباراة. أتيحت للمغرب عدة فرص تم تحويلها إلا إلى أهداف. كان هناك تعاون واضح بين اللاعبين حيث لعبوا كفريق واحد. لم يسمح الدفاع المغربي بتسجيل أي أهداف، حيث كانت هناك تنسيقات جيدة بين المدافعين. كان هناك ضغط مستمر على لاعبي كينيا مما جعلهم يفقدون التركيز في بعض اللحظات. النجم الشاب قدم أداء رائعا في خط الهجوم وسجل الهدف الأول. كان له دور كبير في صناعة اللعب وتقديم التمريرات الحاسمة. الحارس المغربي تألق في التصدي للكرات الخطيرة وأثبت نفسه كحارس مرمى موثوق. هذا الفوز يعزز ثقة اللاعبين في أنفسهم قبل المباراة الثانية. يظهر أن العمل الجاد والتدريب المكثف يؤتي ثماره. يضع المنتخب المغربي في موقع جيد للمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة. يعتبر هذا الفوز بمثابة رسالة لبقية الفرق بأن المغرب جاهز لتحقيق النجاح. قام الطاقم الفني ببرنامج تدريبي مكثف مما ساعد اللاعبين على التحمل البدني. وضع المدرب خطة لعب مرنة تتناسب مع أسلوب المنتخب الكيني مما ساعد في السيطرة على المباراة. تم التركيز على تحسين المهارات الفردية والجماعية مما ساهم في الأداء المتماسك للفريق. في الختام، يعتبر هذا الفوز خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج إيجابية في كأس أفريقيا. نتطلع إلى المزيد من التألق من أشبال الأطلس في المباريات القادمة. شكرا لمتابعتكم، ونتمنى للمنتخب المغربي كل التوفيق في مشواره القاري.